هننهي بقى وصفات الصيف خلاص، كل سنة وانتم طيبين بالايس كريم مانجا ستيك. هنعمله بمكونين اتنين بس، وهيطلع معاكم تحفة وطعمه خطير. يلا نبدأ ونشوف هنعمل ايه. عندي بقى نص كوباية من الكريم جانتيه، هحطها في بولة وهحط عليها مانجا متلجة متقطعة مكعبات صغيرة عشان الايس كريم بتاعتنا يبقى فيها قطع كده ويبقى شكلها حلو. هقلبهم بقى كده مع بعض، عايزين تحطوا سكر حطوا، عايزين تستكفوا بالسكر اللي في المانجا بس براحتكم. بعد كده بقى هفضيهم في قالب الايس كريم ستيك ده، وبعد ما اخلص كله همسح بقى الزوايد وهبد القالب هبدتين كده عشان يطلع الهوا، وبعدين هقفله بقى بالستيك اللي جاي معاه واحطه في الفريزر. باقي كمية الايس كريم بقى هحطها في بولات عادية، يعني لو مش متوفر عندكم القالب ده ممكن تحطوه عادي في بولات صغيرة، وهنحطهم في الفريزر لمدة 4 ساعات او لليلة كاملة. وده شكله بقى لما طلع من الفريزر. بنعرض القالب لمية من الحنفية كده عادية لمدة 5 دقايق عشان نعرف نطلع الستيك بسهولة كده، زي ما انتم شايفين بيطلع بكل سهولة ازاي. طعمه بقى خطير، وشايفين بقى شكله عامل ازاي وقطع المانجا باينة فيه ازاي. طعمه حلو جدا وسهل وبسيط ومش مكلف، جربوه وبألف هنا وشفا على قلبكم.